ايه يا علي؟ يا نور، تسمع ايه؟ الماتش. ماتش ايه يا علي؟ هات المسلسل اللي انا متابعاه. مسلسل ايه يا بنت؟ عايز اسمع الماتش. بقول لك ايه يا علي، ما تسمع الكلام من الاول عشان انت كده كده في الاخر مش تعرف تزعلني وهتجيب لي المسلسل، فخلص كده هاته دلوقتي. لا اله الا الله. ماشي يا نور، مش هزعلك انا، حاضر. ايوه هاته. مش عارفه ايه اللي خارج كده يا بنت يا سهام. سهام مين؟ بقول لك ايه يا علي، إيه؟ سهام صاحبتي جايه تقعد معايا شويه، فمعلش ادخل عشان هي هتقعد معايا هنا. ماشي حاضر. ما اقوم افتح لها. تعالي يا سهام. ازيك يا نور؟ عامله ايه؟ الحمد لله. وما وانت عاملة اتاخرتي ايه؟ ليه كده؟ المواصلات زحمه يا نور. طب تعالي ادخلي. تعالي يا سهام. والله ليكي وحشه يا سهام. والله وانت كمان يا نور. انت عامله ايه؟ الحمد لله. وعيالك حلوين؟ كويسين الحمد لله. طب الحمد لله. هتشربي ايه؟ لا مش هشرب حاجه، انا مش عايزه اتعبك. تتعبيني ايه وانا هقوم من مكاني؟ خلصي بس تشربي ايه. خلاص خليها قهوه يا نور. حاضر. يا علي. ايوه يا نور، السلام عليكم. طب يا علي تعملي لنا كوبايتين قهوه مظبوطين كده. قهوه من عينيا، حاضر يا نور. ايه ده يا بنت يا نور؟ هو انت قاعده كده وبتقولي لجوزك هو اللي يعمل القهوه؟ اه يا سهام عادي يا اختي، احنا هنا واحد يا اختي، لو تعبانه هو يعمل اللي في البيت عادي مفيش مشكله. ربنا يخليكم لبعض يا نوره، بس ده هيكون زعل يا نور. زعل؟ طب استني يا علي. ايوه يا نور، في حاجه؟ لك ايه يا علي والنبي، احنا مش عايزين قهوه، اعمل لنا كوبايتين شاي. شاي؟ حاضر. والنبي يا بنت يا نور ده جوزك طيب قوي. اه. بقول لك ايه بقى، انا هقوم امشي. طب تمشي تروحي فين والشاي؟ لا انا قلت هاجي اسلم عليكي كده من على الباب وامشي اصلا، عشان لسه هنزل اجيب شويه حاجات. ماشي بس ماشي. قال عليا. طيب من عينيا حاضر. تعالي. شرفتي يا سهام. عايزه حاجه يا نوره؟ سلامتك يا حبيبتي. يا نور، ليه يا علي؟ ايه اللي انت عملتيه قدام صاحبتك ده يا نور؟ عملت ايه؟ بتجلي مني قدامها يا نوره؟ نادى عليا تقولي لي اعمل لنا قهوه، وبعد شويه تقولي لي اعمل شاي. المشكله يا علي ما انت معودني لما بابا تعبانه بتعمل مكان حاجات كتير في البيت. وده جزاتي يعني ان انا بساعدك؟ مثلا ببقى شايفك تعبانه وبساعدك تقومي تعملي كده؟ على فكره اللي زيك الناس بيقولوا عليها قليله الادب مش محترمه. قليله الادب ومش محترمه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا علي؟ لا ده انا هرن على امي، ده انا بيت اخويا مفتوح لي يا اخويا، اروح من الصبح والله لا رن على امي دلوقتي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايوه اتفضلي يا حاج. اتفضل يا حاج. انت خليتها يا حاجه؟ اوعى كده. فين بنتي وديتي؟ موجوده يا حاجه اهي. تعالي يا بنت، عمل فيك ايه؟ عمال يا ماما يزعق فيا ويعلي صوته عليا ويشتمني. ليه بتزعجي لها ليه وبتشتمها ليه؟ عملت ايه؟ بقول لك ايه، ربنا يخلي اخوها بيته مفتوح يسعد من الحبايب الف. خلاص يلا يا بنت. استنى يا حاجه، زي ما هي كلمتك وكبرتك يا حاجه انا كمان كلمت اخوها وكبرته، هو زمانه طالع على السلم دلوقتي يا حاج. كويس ان انت كلمت اخويا وجاي، لما اخويا يجي هتشوف هينصر مين. لا 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 ايه؟ هو انت كده يا عم على جنب، اوعى يا عم على جنب، الله يسترها معاك. ايه يا ام؟ إيه اختي يا- مالها فيكي حاجه؟ ربنا يخليك يا اخويا. فيكوا حاجه؟ مفيش ماله حاجه. ده؟ في عايز ايه؟ شتمها يا ابني ومبهدلها. لا 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 ليه ينفع طيب؟ كده؟ لا ما ينفعش. والاخر انا قلت له بيت اخوها مفتوح يسعد من الحبايب الف. طب عايزك دقيقه على جنب ياما بعد اذنك، تعالي. بص ياما كلمتين في سرك، صلى على النبي. معلش السلام. بيت اخوها كان يستعمل حبايب الف، الزمن صعب، فهمان انت ياما. النهارده البيوت مكفيه اهاليها بالعافيه، مقفوله على اللي فيها بالتيله. انا راجل عندي بيت وعيال، وانت معايا ياما على راسي، واختي كمان على راسي اشيلها العمر كله. بس لو جوزها غلطان فيها، جوزها بلسم ما بيغلطش، بنتك مفتريه. بدل ما تيجي تجوهها على الشر وتقولها بيت اخوكي مفتوح، هو انت بتجاملي ياما من على جفا غيرك؟ لو اختي مظلومه قسما بالله اشيلها العمر كله، لكن اختي ظالمه وانت عارفه، بدل ما تجري قدامها عرفيها الصح من الغلط، جوزها ابن اصول ما بيغلطش. ما تبقيش كل شويه تيجي لبنتك تقول لها بيت اخوكي يستعمل حبايب الف، عشان انا بيتي سيعني انا وعيالي بيت تيله بالعافيه. اللي انت بتعمليه ما ينفعش، تمام؟ اتفضلي ياما وانا جاي وراكي، تعالي. بصي انا عايز اقول لك على حاجه، امك دي هتجري وراك النهارده هتنفعك النهارده، مش هتنفعك بكره، هيجي عليك وقت وتقعدي جنب الحيطه وهتعيطي. اللي بيشيل جربه مخرومه بتخر على دماغه. انت على راسي انت كمان، بس لو انت جوزك غلطان فيكي او مبهدلك، انما انت مش عاجبك ليه؟ انت جبتي امك ليه؟ عشان جوزك مش عايز يسمع كلامك. ايه هو كلامك؟ تجيبي صاحبتك عشان تقعديها تقولي لها بصي الراجل ده شرابة خرج. انا جوزي ما يقدرش يكسر لي كلمه، ما هو كل واحده بتتحالى باللي عندها، ما هي بلوه.
فيا جوزك تضحكي عليه صاحبتك، يا اما يطلع مش محترم، ما ينفعش ده، ما يتعاشرش. يا بنت الناس، بيت اخوكي لو انا استحملتك يوم 2 ممكن ما استحملكيش التالت، ولو استحملتك التالت انت مش هتستحملي مراتي الرابع. بيتك اولى بيكي، بيتك يابا، وجوزك ما تجريش ورا امك وما تخليش حد يضحك عليكي. خلاص خش يابا وعيش. مش عارف اقول لك